موسى نجم، الشاب الذي بحث عن حلمه فوجده، آمن بنفسه فحققه، شاب أحب الخيل فأحبته وأصبحت شغله الشاغل، لمع في هذا العالم فارسا ومدربا وصديقا حميما لكل الخيول التي يدربها. حصان مجنون انه زي الهبل، اروح اركب اركع مش مشكله بس بعدين صرت اسال ليش مجنون؟ فهمت؟ فهذا السؤال اللي شجعني انه اتعلم. حياتي الطبيعيه، حياتي الاجتماعيه الطبيعيه صارت لي بين اصحاب الخيول، ما فيش اصحاب ثانيين. حتى مرات لما بكون قاعد معي بنادي عليهم بسامح سوني. هذا حصان مثلا امبارح بالصدفه ابوه كان بطل الامم باخر كان في عرض. ابوه كان بطل امبارح وهذا بدعايه منيحه له. كثير ناس بيجوا بيطلبوا النسل تبعه. يعني بيطلبوا انه يكون بتحديد النسل تبعه. بني ادم دائما اضعف من الحصان. بني ادم بيكون اقوى من الحصان بس بمرحله معينه اللي هي بمرحله يوم ما بيخلق الحصان. الحصان بيجيش يوم يضايقك، يعني بيجيش يوم يضايقك، قد ما تتعامل معه وقد ما تعطيه قد ما بتلاقي نتيجه. في محبته للخيل جنون خاص ولهفة استثنائية، بريق فوق العادي. يطمح موسى لأن يكون روحا واحدة مع الخيول التي يدربها، فيقضي معظم وقته بين الخيول في مزارع البلاد. المدرب هو جندي مخفي، جندي مجهول اللي بيجهز، أما الأكثر بيكون للعارض اللي يشتغل. الناس على الاغلب ما بتسال مين اللي قرب ومين اللي جهز. طبعا في قليل من الناس اللي بتسال مين جهز ومين مرن ومين هذا اسم منيح، بس على الاغلب الناس اللي بتشوفه يوم العرض اللي هو مين عرض. طبعت كثير غير الهدوء، انه خلص الحصان اذا بتعطيه يعني اعطيه شغله منيحه ممكن يتعلمها، وانا نفس الشيء يعني. العرض لازم يساعدوا اساس يبرز كل هالشيء.